كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجأة تخص النجم المصري محمد صلاح بعد هزيمة فريق ليفربول في مباراة اليوم أمام نوتنجهام فورست. واستضاف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتعرض ليفربول للهزيمة بهدف دون رد، وهي الأولى لكتيبة أرني سلوت في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي. ورغم الهزيمة وعدم تألق محمد صلاح في لقاء اليوم، إلا أن رابطة الدوري الإنجليزي كشفت اختياره رجل مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست يوم السبت. وحصد محمد صلاح أعلى نسبة تصويت من قبل الجماهير، والتي بلغت 45.5%، ويليه لاعب نوتنجهام فورست كالوم هودسون أودوي 37.2%، ثم أليسون 4.6%. وتعد تلك المرة الرابعة التي يحقق فيها محمد صلاح لقب رجل مباراة ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.